ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي مجدي هاند ميد. النهارده هنكمل سلسله الحروف اللي احنا عملناها. عملنا حرف الاي، عملنا حرف الاس، النهارده حرف الام وكل تفاصيله. بس في تريكات بسيطه قوي، خليكم معايا. اول حاجه طبعا متنسوش بقى الاشتراك في قناتي مجدي هاند ميد، وهتلاقوا لينكات الفيديوهات اللي فاتت اللي عجبتكم. بصراحه اتبسطت قوي من رد الفعل عليها. في الحروف عملنا اول حاجه حرف الاي وحرف الاس، وان شاء الله ربنا يريد كده ان شاء الله نعمل كل الحروف، عشان الفكرة فيها مش مجرد ان ميدالية انا بس عاملة زي اسطمبة حاجة. انتوا تقدروا تعملوها وكمان بمقاسات خرز كبيرة، انها تبقى ديكور، تعملوها وتتعلق، تعملوها وتبقى على مكتب حاجة صغيرة. ليها تفاصيل كتير. زي ما تعودنا ان انا ببقى مجهزة جزء من الحرف بتاعي جنب، وهنعمل الجنب التاني. وهتركزوا معايا في حرف الام في ديتيلز بسيطة في الحتة اللي في النص دي. الطلع والنازلة دي هما اللي فيهم ديتيلز مهمة. الخرز اللي احنا جايبينه خرز مقاس صغير خالص، اللي هو مقاس 6. العود بيبقى بحوالي 7 جنيه، يعني مش هيبقى مكلف قوي. هنحتاج في رينج 3 عود. تمام. ومش هنحتاج حاجة غير مقص، وغير الواير بتاعنا ارفع حاجة خالص، مش محتاجين حاجة كبيرة. هنبتدي زي ما احنا متعودين، هنقص قطعة واير طويلة او خيط طويلة من خيط السنارة ده. قيمة المرة دي بما ان الحروف بعملها كفاية متر وربع بالكتير، مش هنستهلك منه جزء طويل. وهنبتدي زي ما احنا متعودين، او لو انتوا تابعتوني في الفيديوهات اللي فاتت او لسه اول مرة تتابعوني، هقول لكم كل حاجة برضو بالتفصيل. معايا طرفين الخيط دايما في ايدي، عشان لو حد اول مرة. الشغل الخرز كله بيعتمد على وحدة، الاساسي بتاعه ان وحدة ب4 خرزات. تمام. فاحنا هنحط كده 3 خرزات، والرابعة هي اللي بيبقى فيها بقى المناقشة. الرابعة دي بندخلها من طرف، نرجع الطرف ده تاني عشان يكون معايا زي حلقة كده اهو. علشان هدخل من الحلقة ده الطرف التاني اللي كان معايا. يبقى انا بدخل الخيط في الرابع خرزة، وارجع ارجعه تاني من نفس الخرزة، هيتكون معايا زي حلقة. معدي من الحلقة دي طرف الخيط التاني اللي في ايدي التانية. علشان ايه؟ ان انا ابقى دخلت الخرز وعملت عقدة في الخرزة الرابعة. العقدة دي ليه؟ علشان ابقى مثبتة المربعة معايا زي ما انتوا شايفين كده، يبقى الوضع عندي ثابت. هتسهل معاكم قوي في الاستخدام. هنرجع بعد كده، هجيب طرفين الخيط في ايدي، والخرز الرابعة اللي في الوحدة الأولانية دي بداية الوحدة التانية عندي. يعني أنا كأن معايا خرزاية، وأحط في كل طرف يمين وشمال خرزة واحدة كمان، يبقى معايا كده 3. وأحط الرابعة ونفس الكلام اهو. هدخل الخيط وارجعه تاني، بعمل اهو حلقة واسحب الخيط لتحت، وادخل من الحلقة دي الطرف التاني، واسحب الخيط للآخر خالص، واشد الخيط كويس واتاكد ان العقده اتعملت معايا، وادخلها في الخرزه اللي فوق اهو. شايفين اتكون معايا الوحدتين، وهتلاقوهم ثابتين ومش لافين ولا اي حاجه معاكم. هنكمل مع بعض واحده كمان، عشان لو حد اول مره يشوف يبقى مركز معايا. وبما ان لقيت ان الفيديوهات بتاعه الخرز عليها طلب كتير، فانا هحاول والله ان شاء الله يعني اعمل لكم حاجات مختلفه. كده او كده احنا عملنا بورتفيهات، عملنا شنطه، ولسه ان شاء الله بجهز لشنطه جديده كمان. واحاول كل شويه ادخل لكم فكره مختلفه بما ان الحوار عجبكم. وعملنا واحده كمان تانية اهو بنفس الطريقه، خرزه يمين وخرزه شمال، والرابعه بتاعتي اللي بقفل فيها. ودايما ما ننساش ان خرزة البداية بتاعتي دايما هي نهاية الوحدة اللي قبلها.
وأعدي بس الخيط. ان انا طبعا الخيط وهو طويل بيبقى لبخة شوية، بس عشان كمان انا قدام الكاميرا. بره الكاميرا وانتوا شغالين خلوا دايما حاجتين تسندوا بيهم معاكوا قدامكم. هتحطي يعني خرزة في الطرف ده، والطرف على طول تقومي شبكاه في الحاجة اللي قدامك او تحتيها او جنبها، هتلاقوا الموضوع اسهل بكتير. لكن انا شوية عشان مع الستاند والكاميرا وكده ببقى الحوار مختلف بالنسبه لي شويه، ببقى متعوده ان انا شغاله على ايدي ورجلي كده قدامي الحاجه على طول. وكده ظبطنا وعملنا 3 وحدات واظبط العقده. وهكمل بنفس النمط ان انا اعمل 6 وحدات، وعندي ال7 هي دي اللي هغير فيها الاتجاه الخيط، وهوريكم ان اغيرها ازاي. كده خلاص ظبطت 6 عشان يبقى نفس طول الوحده. والوحدة الرابعة بقى هي هيبقى فيها شغل. انا عايزة احول الخيط ده ان يبقى خارج من عندي من على الجنب، فياخد الطرف اليمين او الطرف الشمال عندي، هاخد الخيط الطرف الشمال وهحط فيه 3 خرزات. يبقى المرة دي انا حاطة الخرز كله في جهة واحدة بالشكل ده. تمام. وهرجع الخيط منه واقفل في اخر خرزة، هرجعها من الخرزة الاخيرة، يعني هضيف 3 وارجع الخيط من الخرزة الثالثة علشان اعمل العقدة بتاعتي. ان هسحب الطرف التاني من العقدة وهشوف معاكم اهو الخيط اتحول انه خارج جانبي، وده اللي انا عايزاه عشان ابدا ايه الجزء الداخلي بتاع حرف الام. طيب انا عايزه اوجه الشغل بتاعي ان هينزل جوه شويه، ان احنا نكسر الشغل. بعمل غرزة من او وحدة من 3 خرزات. فاوريدي انا معايا خرزة، وهحط في نفس الجنب الشمال اللي احنا شغالين فيه خرزتين، وارجع الخيط في الخرزة التانية عشان اعمل عقدة، واقفل في العقدة دي اشد الطرف التاني للخيط. هوريكم الشكل هيبقى ازاي اهو. يبقى انا كده انا مش هشتغل في اليمين، هشتغل في الشمال. دايما اركز في انا ماشيه انهي اتجاه، فحسب الاتجاه اللي انا ماشيه ببدا اتصرف فيه. واسحب الخيط وبالراحه خالص اهو الخيط اتحول معايا. شايفين الوحده اتعملت ازاي؟ والخيط اتحول معايا الخرزه اللي تحت. تمام. واشد المثلث ده كويس، هلاقيه عادي ان هو يجي على الجنب الخرزه اللي تحت دي تاني واحده، فهدخل الخيط فيها عشان ما يبقاش الثلاثي ده مفكوك كده لوحده، انا عايزاه مرتبط بالوحده عندي. فهدخل في الخرزه دي الخيط، فهبدا ان انا هبقى كاني ثبت الجزء الثلاثي ده اهو، وكأن معايا خرزتين، فهكمل بخرزتين كمان ان انا اقفل اهو بالشكل ده. اخد الخيط اللي على اليمين احط واحده، واللي على الشمال هحط واحده، وهبدأ اقفل. وهشد الخيط كده، فاوريدي الخيط لسه معايا جانبي، وفي الخرزة التانية بتاعتي اللي احنا حاطينها، الخرزتين اللي احنا حاطينها. تمام. هبدأ اعمل ايه؟ انا عايزة اعمل البوزة او اللي هو الطرف المثلث بتاع حرف الام. تمام. فهضيف بس المرة دي هنا على الشمال هضيف 4 خرزات بالشكل ده، او
عموما عشان ما نتوهش في يمين وشمال انا بضيف على الخيط اللي بالنسبه لي هيبقى نازل لتحت او جاي لجوه. تمام، فبالنسبه لي هنا عندي على الشمال. وشايفين هرجع في الخرزه الاولانيه، يعني انا ضفت 4 خرزات اهو، هرجع في الخرزه الاولانيه فيهم واوريكم هتبقى عامله ازاي. نشد الخيط نشد كويس للاخر. هتعملي اهو المربعيه او المثلثيه اللي هي اللي تحت دي، بس هتبقى شويه كانها سايبه، هتثبت معانا دلوقتي بان احنا هنقفل عليها بغرزه تانية هتثبتها معانا. فهنضيف كده على اليمين هي دي خرزه، وعلى الشمال خرزه كمان، وهنبدأ نقفل بالشكل ده ونسحب الخيط. يعني بنعمل غرزة ثلاثية ليه؟ لان احنا عايزين نرجع، اولا عايزين نثبت الجزء الرباعي ده، غير كده ان اوريدي احنا عملنا الجزء الرباعي وطلعنا كمان الخيط من الخرزة اللي فوقيه. تمام، دي فاتتني بس ان انا اقولها لكم. انا خرجت الخيط عندي الطرف اللي كان على اليمين طلعته من الخرزة اللي فوقيه، وبالتالي ضفت خرزتين، فكده قفلت المربع اللي فوقيها. وهرجع بقى بنفس الطريقة، نفس النص الاولاني ارجعه الناحية دي. تمام، بس هظبط الاضاءة. فهرجع احط هنا على الشمال عندي 3 خرزات، والتالتة اللي هقفل فيها بالشكل ده. واقفل في التالتة ليه؟ علشان ان انا ارفع الخيط لفوق. تمام كده معايا، علشان ارجع الرجعه اللي هنا دي وهنا دي كنا عاملين غرزه ثلاثيه، فانا عايزه اقوس بقى الشغل اللي اكمله معايا لفوق. فانا كده هدخل يعني في الخيط اللي على اليمين عندي هحط فيه خرزتين واقفل في الخرزه التانية. فانا كده ارتفعت جزء كمان بالغرزه الثلاثيه زي ما كان الجنب الاولاني. بالشكل ده. وكده اوريدي خلاص برضو الخيط عندي اهو. فانا عايزه بقى الحته الرباعيه اللي هنا، وعايزه احول الخيط كمان انه يتقلب معايا لتحت. تمام، فاحنا هنعمل معانا ايه هنا؟ هبدأ في الخيط اللي على اليمين هحط فيه ادي الخرزة التانية التالتة، وهقفل في التالتة. كده خلاص انتوا فهمتوا معايا ان انا كده ضيرت خالص مكان قفل الخيط علشان ابدأ اعمل الواحد التاني بتاع حرف الام. واشد الخيط للاخر هتلاقوا الخيط اتحول عندي اهو لتحت بالشكل ده. وهدخل في الخرزة الجانبية هنا زي فكرة المثلث اللي كان في النص، عشان كانت فاتتني ان انا اقولها. نفس الكلام، انا اوريدي جنبي خرزة فلازم ادخل فيها علشان يبقى الشكل ثابت معايا وكامل. واوريدي كده انا كأن معايا خرزتين، فهحط في الجنب اليمين خرزتين واقفل في التانية على طول علشان نكمل الشكل الرباعي بتاعنا. اهو بالشكل ده. ظبط الخيط وخلاص كده انا خلاص كده ماشيه على الليمت مظبوط. هطول بقى
هكمل عدد الوحدات لحد ما اعمل تحت ان يبقى عددهم 6 غير الوحدة اللي فوق، يعني الطول الاجمالي 7. هكملهم بقى بنفس ما احنا كنا عاملين الجنب الاولاني، بحيث يبقى انا كده خلاص خلصت الاساسيات بتاعت حرف الام الوجهين. وهيبقى اللي فاضل معانا ان احنا ازاي نشبكهم، وبرده هوريكم الطريقة علشان لو حد ما شافش في الفيديوهات اللي فاتت تبقوا فاهمين طريقة التشبيك ازاي. والتشبيك طبعا اسهل ما يكون، هي بتبقى دايما المعضلة في ازاي اعمل الحرف نفسه. هظبط بقى وازود بنفس العدد. كده خلصنا خلاص الحرف الام، ونضفت الخيط كمان. وزي ما احنا متعودين بننضف الخيط ندخله في كل الاطراف، وبدخله على فكرة بعيده ان انا بدخله في كل وحدة تاني واعمل عقدة جديدة عشان يبقى ثابت معايا. طيب هوصل هنا ازاي؟ هقطع بقى حتة خيط جديدة، تمام، واخليها طويلة معايا احسن علشان ما بحبش الوصل في ساعة القفل. وهحط خرزاية واحدة واجيب الطرفين بقى معايا. وهنعمل ايه في الطرفين؟ هنجيب الجنبين اهو عندي، وابدأ ادخل طرف الخيط في اول خرزة هنا، وطرف الخيط في اول خرزة الناحية التانية، واشد الطرفين قصاد بعض عشان يبقوا طول بعض للنهاية. فهيبان عني ان انا عملت ايه. هبقى كأني بدأت وحدة عندي من 3 اطراف، وهيبقى باقي الخرز الرابعة بتاعتها اهو. تشد بس الخيط عشان اوريكم اهو، دي خرزة وانا دخلت في الطرفين هنا، يبقى كده عندي 3، باقي واحدة ان انا اقفل بيها. فهضيف خرزة، هضيفها بقى باليمين بالشمال مش فارقة، المهم ان اضيفها واعمل العقدة بتاعتي، واخرج من العقدة الخيط التاني واشدها كويس، واتأكد في الجوانب بالذات اتأكد ان العقدة معمولة وفي وسط الخرزة بتاعتي. وهيبقى معايا بقى اجيب الطرفين اهو، شايفين كده؟ ادي اول واحدة. الطرفين بقى هيبقوا معايا في ايدي، وابدأ بقى ايه، اشوف بالترتيب الخرزة الجانبية اللي على اليمين ولا على الشمال اللي عليها الدور. هدخل في كل واحدة طرف الخيط، ونفس الكلام انا كده كأن عندي 3 خرزات من الواحدة، هيبقى باقي الخرز الرابعة اضيفها واعمل العقدة بتاعتها. وبمشي بنفس المنوال على داير ما يدور حرف الام. شد بس الخرزة عشان يبان لكم شكل التقفيل عامل ازاي. شايفين الاضاءة اهي اتقفل ازاي، كأنها منها فيها وحدتين كاملين ورا بعض. وامشي بنفس الطريقة الخرزة اللي على اليمين واللي على الشمال اللي عليهم الدور ادخل فيهم الخيط، وافضل مكمل، ما فوتش ولا دور ولا فوت ولا واحدة من غير ما اكون اشتغلت فيها. اعتقد كده الموضوع سهل والصورة وصلت لكم. الدقة كلها في الجزء الوسطاني بتاع حرف الام. احفظوه ان هو بيتعمل واحدة ثلاثية، بعد كده واحدة رباعية، وبعد كده واحدة رباعية على الهواء اللي تحت، وببدأ اوصلها في النص واكملها، واكمل الغرزة دخلها في الخرزة اللي قصادها من فوق، وبكمل الغرزة تبقى رباعية، وبعد كده برجع بنفس النمط تاني رباعي في ثلاثي تاني، وارجع اظبط الوحدة الرباعية ان انا انزل بحرف الام تاني. تمام. هبدأ الف بقى داير ما يدور بنفس الكلام، وداير ما يدور يعني من فوق ومن تحت، يعني كله ما سيبش اي مكان فاضي علشان يبقى ظاهر معايا المجسم حلو ومصلوب، واقدر ان انا اركب فيه اي حاجة في اي مكان، اركب فيه ميدالية، احطه على ستاند، احطه على اي مكان هيبقى منظر، هيبقى ثابت من كل الاماكن، مفيش حاجه تتفتح، مفيش حاجه تعمل مشكله. اتمنى ان انا اكون وصلتها لكم بطريقه سهله. وما تنسوش الاشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم، وقولوا لي كل اللي انتوا عايزينه او ايه الحاجات اللي انتوا شايفينها جديده
عامله صدى والناس بيطلبوها منكم، وانا هحاول ان انا يعني اجيبها لكم واوصلها لكم بابسط صوره. انا بحاول اجمع فيديوهات كتير سواء اجنبي او عربي، وبحاول اوصل لابسط حاجه، وبحاول قدر الامكان ان اعرف اشرحها. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.